الأستاذ محمود اتكلم بالتفصيل عن نهر النيل. نهر النيل ده المصدر الرئيسي لري أراضي مصر، يضاف إليه المياه الجوفية والأمطار. عشان نعرف نهر النيل، نهر النيل طوله من المنبع إلى المصب 6700 كيلو متر. زود مفيش مشكلة. بيمر بتنجانيقة اللي هو الحوض بتاع نهر النيل، يمر بتنجانيقة، كينيا، أوغندا، الكونغو، أثيوبيا، السودان، جمهورية مصر العربية. السبعة اللي بيمر فيهم دول مساحتهم 2.9 مليون كيلو متر مربع، تساوي عشر مساحة أفريقيا بالكامل. طبعا الحوض اللي بيمر فيه ده يعني ممكن بيمر في أراضي ما تستفيدش منه نهائي، أراضي صحراوية، إنما لغاية ما بيوصل لنا. فدلوقتي نهر النيل ده هبة من الله سبحانه وتعالى. هل احنا حافظنا عليه؟ ما حافظناش عليه. بنينا السد العالي. السد العالي جاب لنا نتيجة؟ لما نيجي نبص للواقع ما نلاقوش جاب نتيجة. ساعة ما قالوا السد العالي هيخلي الكهرباء مليم الجيل ومش عارف ايه، فين الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. لأننا ما حافظناش على الحاجة اللي احنا عاوزينها. أول حاجة احنا عندنا المياه الجوفية، الصحراء الغربية بالذات ديت أكثر من نهر النيل